كم مرة قبل ما تنام فتحت بينك وبين نفسك فيلم من تأليفك وتخيلت قصص وحواديت وحوارات انت بطلها أو كنت ضحية فيها؟ قصص لو اتعملت مسلسل لمحمد رمضان هتنجح وهتكسر الدنيا، قصص بتفضل تتخيلها بالتفصيل الممل لدرجة إنها بتطير من عينك النوم وبتخليك قايم للشغل انت مش طايق نفسك، وكل ده تحت مسمى الأوفر ثينكينج. أحب أقول لك يا أهلا بيك، اتفضل جنب إخواتك، لأن اللي عندك ده مرض نفسي اسمه متلازمة جوسكا. متلازمة جوسكا دي هو نوع من الاضطرابات العقلية اللي بتؤثر على نفسية الإنسان وبتصيبه بالاكتئاب. بيتم من خلالها خلق أحاديث افتراضية مع العقل سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولكن أغلب الأفراد المصابين بيها ما بيفكروش إلا بسلبية، لدرجة إنهم حاسين دايما إنهم ضحية لشيء مجهول أو إنهم ظلموا حد بشكل كبير، فده بيخليهم ندمانين جدا. وللأسف الشديد كل ده بيكون جوه دماغهم هم وبس، وما حصلش من ده أي حاجة على أرض الواقع. متلازمة جوسكا هي من أغرب المشاكل اللي بتواجه الإنسان، أولاً لأنه غير مدرك إن دي مشكلة، وزي ما قلنا قبل كده إن هو بيكون متخيل إن ده مجرد أوفر ثينكينج، أو فاكر إن بالشكل ده بينفصل عن الواقع شوية، الواقع اللي بيكون شايفه صعب ومحزن بدون مبرر، لدرجة ممكن توصله لإدمان الموضوع ده ويفضل في العالم الخيالي اللي صنعه لنفسه بنفسه. ثانياً بقى، متلازمة جوسكا خطيرة جدا لأن لحد دلوقتي مفيش أي أعراض معينة ليها أو حصر لعدد المصابين بيها، واللي في الأغلب للأسف هو عدد كبير جدا. في متلازمة جوسكا بيتم الحوار مع العقل لساعات وساعات، وبنلاحظ على المصابين بيها انعزالهم تماما عن الواقع، ودي مرحلة تانية من مراحل جوسكا. والموضوع بيتطور بعد كده وبيكون لعدد ساعات قبل النوم، وبيكون في أي حتة وفي أي وقت، وده ممكن كمان يؤدي لهلاوس سمعية وبصرية. يعني يبدأ المريض بمتلازمة جوسكا إنه يشوف حاجات ويسمع حاجات مش موجودة على أرض الواقع، ويعيش مع أشخاص من وحي خياله. وتؤدي الإصابة بمتلازمة جوسكا لكتم الأحاديث اللي بتدور جوه عقل المصاب وعدم المشاركة مع أي حد حواليه، لأنه بيشارك مشاكله بالفعل مع العالم الافتراضي بتاعه، وده بيؤثر على الأداء المهني والعلاقات الاجتماعية عند المصاب. فلما تشوفي جوزك بعد كده سرحان ومش مهتم انت بتقولي ايه، اعرفي ان مش منفض لك، لا ده صاحب مرض يا عيني ومحتاج علاج. دكتور وليد هندي استشاري الامراض النفسيه قال ان من اهم الاحاديث اللي بيجريها الانسان في حياته هو حديث النفس، واكد الفرق ما بين الحديث مع النفس ومتلازمه جوسكا هو الوقت اللي بياخده الشخص المصاب في السرحان ده. فلو كانت الفتره اللي بيسرح فيها بسيطه وما بتعزلوش على العالم فده طبيعي، اما في حاله التاثير على نفسيه الشخص وخلق احاديث افتراضيه مع العقل فهو بالشكل ده مصاب بمتلازمه جوسكا، متلازمة خطيرة لا يجب التغافل عنها. ومن أعراض متلازمة جوسكا اعتزال العالم أو الانطواء وفقدان الشغف، يا ما شاء الله عندي كلهم. أما عن أسباب الإصابة بمتلازمة جوسكا فمن أهمها الإهمال في مرحلة الطفولة من الأهل، والقسوة الزايدة في التعامل، ووصف الأهالي لأولادهم بالفشل، وقلة العلاقات الاجتماعية لدرجة الوحدة. لكن السبب الأهم هو الخذلان من شخص أهل الثقة للمريض، وده اللي بيخليه يلجأ لخلق عالم موازي للحقيقة وبيهرب. ومن المعروف ان الستات هم اكتر عرضه للاصابه بالمتلازمه، ولو انت واحد من الناس اللي بيظهر عليهم اي عرض من الاعراض دي فلازم تبدا بمشاركه مشاكلك مع الناس وما تكتمش في نفسك، حتى لو عن طريق انشاء صفحه على الفيسبوك ومشاركه المتابعين حواراتك. اصل احنا ناقصين، والكتابه هي العلاج للتخلص من المشاعر السلبيه. قول لي بقى، بعد ما عرفت وسمعت عن متلازمه جوسكا تفتكر ان انت عندك نفس الاعراض؟ وهل الموضوع وصل بيك انك تعيش في عالمك الخاص وتتكلم فيه وتشارك فيه كل اللي مضايقك، ولا كلامك مع نفسك مجرد احلام وافكار وترتيبات لمستقبلك مش اكتر؟ ربنا يسترها علينا.